بص يا سيدي، في قرية صغيرة كده كان في واحد اسمه عادل. عادل ده كان عنده عادة غريبة قوي، وهي ان كل يوم اول ما بيصحى من النوم بيشرب له كوباية قهوة. عادل كان متعود على العادة دي من زمان، يصحى من النوم يشرب كوباية القهوة، يحس بالانتعاش وبعدين بيبدأ يومه. تفتكر يا صديقي اللي بيعمله عادل ده اسمه ايه؟ اسمه عادة. لو جيت ركزت في الكلمة دي عادة، يعني حاجة انت بتعملها على طول. اي عادة في الدنيا يا صديقي بتتكون من 3 حاجات. اول حاجة الاشارة، وبعدها الروتين، وبعدها المكافأة. لو جينا احنا طبقنا الموضوع ده على المثال اللي احنا لسه قايلينه هيكون كالتالي: الاشارة اللي انت اول ما بتصحى من النوم، والروتين اللي انت بتشرب القهوه، والمكافاه اللي انت بتحس بالانتعاش وبالنشاط. طيب ماذا لو بقى يا صديقي اللي انت بتعمل عاده مش كويسه يعني وعاوز اللي انت تخلص منها؟ تعمل ايه؟ بص، يبقى انت هتغير حاجه فيهم. ممكن مثلا يا صديقي اللي انت تغير الاشاره، وان انت تغير ميعاد نومك في الصحيان، او ممكن ان انت تغير الروتين، ان انت بدل ما تشرب القهوه تعمل رياضه مثلا، او ان انت ممكن تغير المكافاه وان انت تشوف بديل بيديك نفس الاحساس اللي انت بتحسه وانت بتشرب قهوه، وليكن شاي مثلا. طيب ازاي تقدر تبني عاده جديده؟ ده اللي احنا نعرفه في الفيديو الجاي ان شاء الله. انا حسن رضا، ولو انت عايز ان انت تشوفني تاني اعمل لايك وفولو.